النهارده ان شاء الله هعمل معاكم وصفه سهله وسريعه وبسيطه ومش هتوقفك في المطبخ كتير. مش هتوقفك في المطبخ اكتر من 10 دقايق، وهتعمليها من بواقي التلاجة. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا كلنا عندنا جلاش يعني الجلاش ده بواقي من رمضان في الفريزر. طلعت كده لفه من الجلاش وسبتها لحد ما تفك كويس. لازم تسيبها تفك كويس كده عشان ما تتكسرش معاك وانت بتلفيها. وهنا طبعا هنعمل الوصفه زي ما قلت لكم من بواقي التلاجة. عندي شويه زيتون في التلاجة، عندي شويه فلفل، معايا شويه بطاطس. شويه البطاطس دول طبعا متحمرين. خدت كده شويه من البطاطس، وكان عندي كده شويه من السوسيس على شويه من قطع الفراخ. كنت بعمل بيتزا وكانوا متبقين عندي كده في الفريزر فخرجتهم. وحمرت طبق بس واحد من البطاطس، وبدات كده احط بطاطس وفلفل وسوسيس وزيتون وشويه من الجبنه الموتزاريلا. وبتاخدي كده طبقتين من الجلاش، يعني بتاخدي ورقتين من لفه الجلاش وبتبداي تتنيها بالشكل ده وتلفيها كده. شايفين سهله وسريعه وبسيطه، وفي الحر ده مناسبه جدا ومش هتوقفك في المطبخ كتير، وفي نفس الوقت مشبعه. جبت كده الصينيه ودهنتها بشويه من الزبده وبدات احط فيها الجلاش زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لك هو طبق بطاطس واحد هيعمل معانا الكميه دي كلها، وبشويه البواقي اللي هم السوسيس والفراخ. وبعد كده حطيت شويه من الفلفل، شويه من الزيتون، شويه من الجبنه الموتزاريلا، وشويه من الكاتشب. طبعا الكاتشب اختياري، وهنا طبعا لو حابه تحطي طماطم ممكن تحطي طماطم برده مفيش اي مشكله، لكن انا ما حبيتش احط طماطم. فاستبدلت كده بفلفل وحطيت صوصات. حطيت صوص الكاتشب واستكفيت بكده. فلو انت حابه بقى تزودي قطع طماطم صغيره هتعملي قطع طماطم برده صغيره. وبتاخدي لفتين ورقتين من الجلاش وبتلفيها كده بنفس الطريقه. مش هتاخد معاكي وقت. وبعد كده هندخلها الفرن، سهله جدا وبسيطه ومناسبه معانا طبعا في الحر ده. شايفين هلف كل الكميه كده بنفس الطريقه. يعني دي بدل ما تقعدي تعملي بقى عيش، تعملي عيش للسندوتشات السوري. هو لفه الجلاش هتعمل معانا الكميه، وهيتبقى معانا كمان منها حوالي نص اللفه، يعني مش بنستخدم اللفه كلها. خلاص هعمل كل الكميه كده بنفس الطريقه. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. خلاص كده تمام. شايفين الطريقه سهله ازاي؟ لو حابه برضو تعملي توميه برضو وتحطي معاها في السندوتشات برضو، دي حاجه ترجع لك. حابه تحطي صوص برضو، حابه تحطي مايونيز كاتشب، اي حاجه حابه تحطيها حطيها. يعني مش بنقف على حاجه. احنا قلنا ان احنا من بواقي التلاجة هنعمل وصفه سهله ومش هتوقفك في المطبخ كتير. خلاص كده خلصت كده الكميه. ده كان اخر واحد بعمله، وعملت كل الكميه بنفس الطريقه. طبعا هتقولي لي انت جايبه كل حاجه جاهزه يا دوب بتلفي معانا السندوتشات بس. انا بديكي افكار للسندوتشات اللي انت ممكن تعمليها في البيت. يعني هو طبق بطاطس بس اللي انا حمرته. السوسيس والفراخ كانوا موجودين عندي في الفريزر، خرجتهم وسبتهم لحد ما فكوا، وبدات احشي بيهم كده الجلاش ونعمله زي ما انتم شايفين كده سندوتشات. هنا بقى جبت معلقه من الصلصه على معلقه من الزبده على معلقه من الكاتشب، ورحت دهنها زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وهدخلها الفرن على الرف اللي في النص على درجه حراره 180. مجرد ما بتدخلها الفرن بتاخد معاكي لون من تحت، فخلي بالك لان الجلاش من الحاجات اللي بتاخد لون بسرعه. حطيت كده شويه من السمسم وشويه من حبه البركه، وخلاص كده تمام. شايفين بقى ما خدتش معايا وقت في الفرن، يعني ما خدتش اكتر من 7 دقايق في الفرن، او يمكن كمان اقل من 7 دقايق في الفرن. خدت اللون زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا اول ما خرجتها من الفرن غطيتها كده وسبتها تهدى شويه عشان الجلاش ما يكونش ناشف معانا، يكون طري. شايفين شكله عامل ازاي؟ الوصفه سهله وبسيطه، وبقول لك مش هتاخد معاكي اكتر من 10 دقايق. انا كده كنت سبت السندوتشات هدت خالص. شايفين الجبنه ما شاء الله كانت بتمط معانا. كانت الحشوه بتاعتها جميله وفي نفس الوقت خفيفه ومشبعه. ودي كانت وصفه النهارده. ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم، واشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.